يا عضمك يا رضا. تفتكر يا حبيب عم رائد لو قلت لك مشروع مصاصات هل ممكن يحقق ملايين؟ اللي انت ما تعرفوش بقى ان في واحد هو قديم شويه زي عمك رائد كده، بس هو اللي اخترع فكره المصاصه. بس عشان تبقى عارف انا هنا مش بقول لك مشروع المصاصه، انا هنا بقول لك ازاي تقدر تلاقي فكره. الراجل ده اخترع المصاصه من زمان، دلوقتي بقت مشروع عادي والناس كلها عارفاه، مفيش حد بيفكر يعمله خالص. انا مش بقول لك اعمله يا حبيب عم رائد، انا بقول لك اعرف تجيب افكار ازاي. الراجل ده لما عمل المصاصه كان عملها عشان يحل مشكله عند الاهالي. الاهالي دايما بيعانوا من اطفالهم لما بييجوا ياكلوا البان وسكر ويقعدوا يلزقوا في كل حاجه، وايديهم بتبقى ملزقه ووشهم مليان سكر من تحت لفوق. ساعتها الراجل ده فكر يحط الحلويات دي على عصايه علشان الطفل يقدر يمسك العصايه وياكل الحلويات براحته من غير ما يلزق نفسه ويلزق هدومه ويضايق ابوه وامه. من هنا اتولدت فكره شابا شابس، المصاصه اللي شكلها بسيط دي. في نفس الوقت المصاصه دي بتخلي الاطفال مبسوطين وفي نفس الوقت الاهالي مرتاحين. وهنا هو حل مشكله معينه. اللي ما تعرفوش ان الشركه دي بقت براند عالمي بيتباع في اكتر من 150 دوله. الخلاصه اللي بقول لك عليها هنا مش لازم تعمل حاجه جديده، اوقات الحل بيبقى في ابسط تفصيله الناس مش واخده بالها منها، والعبقريه في تبسيط الحياه مش في الاختراع نفسه. تابعني لو عاوز تلاقي افكار جديده حبيب عمرو.